سلاح مرعب، صوته عالي لكن مفهوش ولا طلقة، ومصدره ست واقفة فوق الجبل، بيهز أرض المعركة ويقلب خطط العدو. الكل سمعه قبل كده بس محدش اتخيل ان هو كان سلاح. السلاح ده يبقى الزغروطة. ايوه زي ما سمعت كده، الزغروطة اللي بنسمعها في الافراح زمان كانوا بيستخدموها في الحروب. وعشان كده تعال خد فكرة. ايام زمان في بعض القبائل العربية الستات كانوا بيزغرطوا بصوت عالي، فالعدو يسمع الصوت من هنا ويترعب، وكان بيتهيأ له كمان ان في جيش كامل مستنيه. الزغروطة هنا كانت نوع من انواع التحفيز والدعم المعنوي، وصوتها العالي كان كفيل ان هو يربك العدو. في قبائل عربية زي الشيحوح في سلطنة عمان والامارات كان عندهم صرخة مرعبة شبه الزغروطة، كانت اول ما بتطلع العدو بيتخض ويرجع قبل ما يدخل المعركة أصلا. الستات كانوا بيطلعوا على التلال وبيزغرطوا بأعلى صوتهم، ومش عايزة أقولك بقى على مفعول صدى الصوت، فالعدو يسمع الزغاريط من هنا يفتكر في كمين أو جيش مخفي فيخاف ويهرب. يعني الزغروطة كانت مدفع صوت. وفي العصر الحديث بقى تحديدا وقت النكسة والتهجير، الستات كانوا بيزغرطوا في الجنازات مش من الفرح لكن بيودعوا الشهيد بكل فخر. يعني قبل ما يكون في صواريخ صوت كان في ست واقفة فوق الجبل صوتها أقوى من المدفع وزغرتها ترعب أي جيش. فاللي لسه شايف صوت الست عورة أو كمالة عدد يبقى ما يعرفش تاريخ الزغروطة، ولا يعرف إنها كانت أول سلاح نفسي في التاريخ.